دي تتبيلتي المعتمده من زمان جدا في الفراخ المشويه. التتبيله دي ريحتها وطعمها مكان لوحده. بصلايه، 5 فصوص من الثوم، 5 6 قرون فلفل، 4 طماطميات، ونص حزم كزبره. هحط كله في قلب الخلاط. بصوا التتبيله دي سهله جدا جدا وانا بعملها على طول، وبعمل منها كميه واركنها في الفريزر. وهزودها نص كوبايه من الزيت. هزود معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الملح، معلقه من السبع بهارات، وبس كده. هضربهم في الخلاط. معلقه من الكركم. معلقه الكركم دي اللي بتدي فراخ المشاوي اللون الذهبي اللي انتوا بتشوفوه ده. يعني هنزل عليها بالتتبيله وهدلك الفراخ كويس جدا. هعمل لها مساج. ممكن تقدري تسيبيها في التتبيله ساعتين. هقطع بس البطاطس سلايز رفيعه والبصل سلايز رفيعه، وهنزل عليهم بشويه من التتبيله. هزود معاه اي ميه خالص. ابدا بس ان انا اغلف ورق زبده وبعدين بفويل. خلها الفرن درجه حراره 220 مرور ساعه ونص. هبدا بقى احطها فوق ما تاخد لون. ذوقي احلى واطعم فراخ مشويه. بس والله الهنا على قلوبكم.